البنت دي كانت نفسها تلبس هي وحبيبها لبس كابلز شبه بعض، بس حبيبها كان تخين لدرجة إن حتى أكبر مقاس مش بيكمل عليه. البنت قالت له إنه شكله حلو ومفيش مشاكل، بس الولد كان عارف إنها بس مش عايزة تجرح مشاعره، ولما يشوف كابلات لابسين شبه بعض كان قلبه بيتقبض ويحس إنه مكسوف علشانها. إنما دول ما اتعصبتش ولا زعلت، بالعكس راحت جابت له جزمة كابلز عشان يبقوا لابسين حاجة شبه بعض. وجود واحدة فاهمة وحنينة بالشكل ده خلى من هيوك يحس بالذنب أكتر، وقرر من غير ما يقول لحد إنه لازم يخس. وبعد كام شهر من هيوك اتحول من شاب تخين لشاب وسيم، وبقى كل يوم يجهز لها فطار بحب، ودايما لما يجوا يسيبوا بعض كان بيبقى صعب عليهم. علاقتهم كانت قوية جدا لحد اليوم اللي كل حاجة فيه بدأت تتغير، علشان من هيوك كان مميز في شغله، اتنقل لشركة أكبر، وده معناه إنهم هيشوفوا بعض أقل. دولين كانت عارفة إنه دي فرصة عمره، ورغم إنها كانت متضايقة ما قدرتش توقف مستقبله. في أول يوم شغل من هيوك جاب قهوة للكل، بس زميلة جديدة خدت الفضل كله. بدأت توزع القهوة على الموظفين واحدة واحدة كأنها هي اللي جايباها، وبالأدهى إنها حتى خدت كوباية من هيوك منه. من هيوك اتعصب وسألها ليه ما قالتش قدام الناس إنه هو اللي جايب القهوة. ردها البارد خلاه يتخرس. البنت بويونج بدأت كمان تتلعب بيه، قالت له إن شغله اللي عامله صح غلط، وعلشان صدقها الشغل اتأخر واتبهدل، والمدير زعله جامد. من هيوك بصلها بغيظ، ولما المدير جه يراجع الشغل جت فرصة الانتقام. التصميم الإبداعي اللي عملته بويونج المدير أعجب بيه، بس من هيوك لاحظ إنها عاملة غلطة ممكن تبوظ هيكل الجسر. قدام المدير فضح الغلطة، ومن بعدها بويونج قعدت تصلح في التصميم زي المجنونة، ومن هيوك كان يعدي عليها كل شوية ويقول كلام يغيظ، لدرجة إنها بقت تاكل في المكتب وشكلها متبهدل، وهو ما كانش سايبها من التعليقات.